لسه مستمرين معاكم طبعا من برنامج الكوره مع محمد صابر. احنا معانا يعني شخصيه استثنائيه طبعا، كنا لازم نقول لها شكرا. مخرجه الايفنت مع الدكتور احمد حافظ، لها طبعا وجهه نظر في الرياضه وعايزين نسمعها. اتفضلي يا استاذ ياسمين. احنا طبعا كلنا عارفين دور الرياضه في مصر عامله ازاي، وفي الاطفال وفي النفوس وفي كل الاوقات اللي احنا لازم جسمنا يتحرك وكده. هو طلب واحد بس، ان احنا يبقى عندنا في كل اداره مدرسه رياضيه. ده هيدعم وهيساعد الاطفال وينمي المراهقين وينمي الناس اللي في المدارس ان هم يشاركوا اكتر في الرياضه. طيب في حاجه ثانيه عايز تضيف فيها؟ بس طيب في كمان بقى احنا كبرنامج الكوره مع محمد صابر بنضم مع حضراتكم مبادره امل مصر. امل مصر دي المفروض كلنا النهارده نشتغل على السيستم ده. لو احنا عايزين يكون عندنا بطل عالمي بطل اولمبي زي ابطالنا اللي انا اتكلمت عنهم مش هخلص مع حضراتكم من الفجر، لازم يكون عندنا سيستم آلية. لازم نعرف الطفل وهو صغير في المدارس يعني ايه رياضه يا جماعه، ويعني ايه رياضه؟ الرياضه في العالم كله يقول لك الرياضه دي اخلاق، خلي عندك اخلاق رياضيه. طب ما تيجي ندرس لهم الرياضه دي في المدارس، نقول لهم يعني ايه رياضه، معنى الرياضه، رياضات، نتكلم عن الموضوع ده ونيجي نعمل حاجه مهمه جدا جدا جدا. بس اللي هيعمل لنا الحاجه دي لا وكيل وزاره ولا مدير، انا هسال مصر كلها، وزير الشباب والرياضه، وزير الصحه، وزير التربيه والتعليم، هيجيبوا لنا لجنه على اعلى مستوى. هيعملوا لنا يا محمد صابر دول، هيعملوا لنا لجنه على اعلى مستوى. احنا لو اتكلمت عن الكفاءه المصريه انا بجد مش هخلص. احنا عندنا كل طفل وطفل قدراته ومهاراته ايه. هيبقى عندنا في اللجنه دي لجنه على اعلى مستوى حتى فيها اخصائي نفسي اللي احنا محتاجينه جدا، استشاري نفسي، عشان في الفتره دي محتاجه اتزان نفسي طبعا مهم جدا جدا جدا. ونشوف ما ينفعش يكون الشعب المصري كله عايز يلعب كوره، لازم نشوف احنا عايزين بطل عالمي وبطل اولمبي في جميع الرياضات. لازم نشتغل على الموضوع ده، نشتغل ونخليه بلان، مش برنامج الكوره مع محمد صابر بس، نخليه مشروع قومي كلنا نشتغل عليه. لان الرياضه دلوقتي يا جماعه اصبحت استثمار، اصبحت حاجه بتدخل عمله صعبه لبلدنا، واعتقد كلنا كده محتاجين ندعم مصر بلدنا اللي خير علينا وادتنا كتير. طبعا واحنا بنبني بلدنا الجديده مع فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا احنا بلدنا دلوقتي فيها حاجات جميله جدا جدا، بس الرياضه مهمه جدا، مهمه جدا ان احنا نكون بننافس. الرياضه يعني مهمه، ونكون احنا نكون عندنا سيستم آلية ونشتغل من دلوقتي ونشتغل كتير. بجد انا كنت سعيد جدا النهارده مع حضراتكم في الايفنت الجميل ده، وبشكر حضراتكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.